السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه تايم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفه اليوم هي طريقه تحضير بسبوسه بالياغورت بيضه واحده فقط، بمقادير جد اقتصاديه، كتجي لذيذه هشيشه كتذوب في الفم مع جميع اسرار النجاح ديالها. يكفي انكم تفرجوا في الفيديو من الاول للاخير، والى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك. ويلا نبداو. غادي نحتاجوا البيضات تكون بدرجه حراره المطبخ. هنا استعملت بيضه من الحجم الكبير. غنزيد عليها كيس سكر فانيليا، رشه ملح لتصحيح الذوق، ونص كاس سكر. العبارات بكاس العنبه الكلاسيكي. غنخلط كلشي مزيان حتى يتغير اللون ديال البيض مع السكر ويصير اللون ديالو هكا ابيض غير بالطراب اليدوي. غادي نضيف نص كاس زيت. فيما نضيف شي مكون نخلط مزيان. نخلط مزيان وغادي نضيف كاس الياغورت. هنا استعملت ياغورت طبيعي، ممكن تستعملوا نكهه الفانيليا. الكاس الاول وغنضيف الكاس الثاني. الكاس اللي خدينا به القياسات هو اللي غنكملوا به الوصفه كلها. غادي ندير هنا قشور حامضه او مبشور حامضه، وغادي نضيف السميده رقيقه الحرشه. ضفت الكاس الاول نص كاس، ندير 2 كيسان السميده. بالنسبه للكميه ديال السميد على حسب السميده واش كتشرب ولا ما كتشربش، وعلى حساب الحجم ديال البيضه اللي عندكم كي دايره. غادي نبقى نزيد غير بشويه، وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض، خماره ونص، المجموع ما يعادل 16 غرام. خلط كلشي مزيان. نتوما القوام غنبقى نخلط ونشوف ديك الساعه الا كان خاصني نزيد راه غادي نزيد. نزيد هنا نص كاس ديال السميده. صافي نخلط كلشي مزيان. عندكم ديروها ثقيله بزاف، راه من بعد السميده راها كتشرب هذوك العناصر وكتعقد. صافي غادي نجيب المول اللي غندخل الفران، غندهنو بالزبده مزيان، وغادي ندير فيه سميده رقيقه. نحاول نمررها فيه كلها مزيان. الا كنتو اول مره غادي ديروها من الافضل تصاوبوا المول هو الاول وتخشيوه في الثلاجه. كيف شفتوا هنا السميده راها تشربات. هذا هو القوام. غادي نفرغو في المول ونسخن الفرن على درجه حراره 180 درجه. نديروها نطيبوها من التحت وعاد نشعلو عليها من الفوق تحمر شويه. صافي نضربوها هكا بالمول قبل ما ندخلوها الفران. كانوا فيها شي فراغات وندخلوها الفران. غنوجدو السقوه باش غنسقيوها. غندير كاس كبير ديال عصير البرتقال، نزيد معاه 3 المعالق كبار ديال السكر. بالنسبه للسكر نتوما اللي كتحكموا فيه، الا كتبغيوها حلوه غتزيدوا الحلاوه. وغنزيد شويه الماء، نزيد القشور ديال البرتقال اللي عصرتها. نغليوهم مزيان. ملي تخرج البسبوسه ديالنا يكون السيرو ديالنا برد تماما، وغادي نسقيوها بحال هكذا. نسقيوها مزيان كتجي لذيذه. السقوه ممكن تستغناو على عصير البرتقال، ممكن ديروا غير الماء والسكر وطريفه الحامض، راه كتجي حتى هاد السقوه كتجي مزيانه. من الافضل السقوه نصاوبوها قبل ما نبداو البسبوسه. صافي هنا ملي تشربت تماما غادي نحيدها من المول. غادي ندهنها هنا بمربى المشمش، ممكن ندهنوها بالناباج بالعسل باللي كتفضلوه. انا درت مربى المشمش. وغادي ناخذ هكا واحد الاشرطه قطعتهم باش نزينها. التزيين كيبقى اختياري، ممكن ما ديروش الاشرطه، ممكن ديروها غير بجوز الهند كلها او بالكوك. حبيت نشارك معكم طريقه ديال التزيين للمبتدئات. صافي غندير هكا هاد الاشرطه وغادي نزينها بالكاوكاو كونكاسي والكوك. صافي غادي نبقى نعمر فحال هكذا. ومن الافضل توجدوها قبل التقديم على الاقل بواحد 3 ولا 4 ديال السوايع. هاد البسبوسه شحال ما كتبقى شحال ما كتبنان وكتولي لذيذه بزاف. غنحيد هكا الاشرطه وغادي ندير الكاوكاو كونكاسي. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا مع احبابكم وصحابكم. ولا جربتوا اي وصفه من وصفاتي ما تنساوش ترسلوا لي التطبيقات ديالكم عبر صفحتي عبر الفيسبوك، راها كتحمل نفس اسم القناه وصفه تايم. ونقدموها بالصحه والراحه تصلح الفطور صباح العيد. هكا كتجي حاجه مميزه بالتزيين ديالها ولذيذه سهله اقتصاديه كيف شفتوا، ما فيهاش قوه المقادير، وكتجي عاليه مفشفشه لذيذه بزاف. الا جربتوها اكيد ما غاديش تستغناو عليها. وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى الوصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. عواشركم مباركه، تهلاو في راسكم، مع السلامه.